السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على القناة. موعدنا اليوم مع قمة أوروبية من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتقام المباراة اليوم على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي، حيث يسعى السيتي لتحقيق الفوز مستغلاً عامل الأرض والجمهور، بينما يدخل ريال مدريد المباراة بطموح كبير من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 10:10 مساء بتوقيت القاهرة. مواعيد المباراة في الدول العربية: 10:10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، 11:11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 9:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي: حراسة المرمى جيان لويجي دوناروما، خط الدفاع نيكو أورايلي، مارك جويهي، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، خط الوسط رودري، برناردو سيلفا، سافينيو، خط الهجوم أنطوان سيمينهو، إيرلينغ هالاند، جيريمي دوكو. أما التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد: حراسة المرمى كورتوا، خط الدفاع فران غارسيا، راؤول أسينسيو، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، خط الوسط فيدي فالفيردي، أوريلين شواميني، جود بيلينغهام، خط الهجوم فينيسيوس جونيور، رودريغو، كيليان مبابي. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعاً قوياً بين النجوم الفريقين، خاصة مع وجود هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند الذي يسعى لقيادة فريقه للفوز في مواجهة نجوم ريال مدريد، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. برأيك من يحسم هذه القمة الأوروبية، مانشستر سيتي أم ريال مدريد؟ اكتب توقعك لنتيجة المباراة في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار ومواعيد المباريات.